اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين او مرحبا بكم يا رفاقي. اخيرا عدت اليكم. المره دي رودينا هترجع ليوتيوب، للمكان اللي هي بتنتمي ليه، للكوميونتي اللي هي بتنتمي ليه اكتر من اي بلاتفورم تانية، وهرجع اعمل الحاجه اللي انا بحبها واللي انا شغوفه بيها واللي انا بطلتها لشهور كتير قوي. ان في حاجه كانت ناقصاني. بما ان ده فيديو الرجعه لليوتيوب، قلت ليه ما اخدكمش في يومي كده، بما ان النهارده يومي عصيب فعلا وهيبقى فيه تفاصيل وحاجات كتير قوي. فقلت عشان تفتكروني كده نشوف بقى ايه الابديتس اللي حصلت في حياة رودينا، بس على هيئة فلوج، عشان الحقيقة مفيش وقت للتفسير خلاص. يومي النهارده في حاجات كتيره قوي عايز تعمل، عشان بكره عندي اول امتحان ميد ترم وفاضل لي شويه حاجات ما ذاكرتهاش لسه. في بروجكت المفروض يتسلم بكره. هعمل بقى معاكم تو دو ليست متاخره جدا جدا جدا، واقول لكم بقى هعمل ايه النهارده في اليوم. يلا بينا. عشان تكونوا معايا على الخط فهقول لكم التو دو ليست سريعا. فاول حاجه ان انا هبدا بريسيرش كده، انا كنت بادئه فيه بس عايزه اخلص الجزء بتاعي. وتاني حاجه عايزه اعملها ان انا في ايميل معين عايزه ابعته، وبعد كده ارجع للمذاكره اللي هي اصلا اساس الليله دي كلها، عشان عندي بكره اول امتحان. واخيرا وليس اخيرا ان انا اعمل باكجينج لتو اوردرز هيتسلموا بكره. ودلوقتي هبدا في الريسيرش، وان شاء الله هحاول اخلص على قد ما اقدر. امتحان بكره ماده اسمها Islamic Heritage، التراث الاسلامي، وهي ماده بصراحه يعني ممتعه، بس بقى المذاكره ايه يعني تقيله شويتين. فهقول لكم بقى انا هذاكر ازاي. فطريقه مذاكرتي كالاتي: ان انا بذاكر مثلا، بخصص جزئيه عايزه اذاكرها، وبهايلايت طبعا على الحاجات المهمه او الحاجات اللي انا مش عايزه انساها، ارقام او كده. او لو في مثلا وانا بقرا بيجي في دماغي سؤال معين فبيبقى ليه اجابه، فبقعد ارقمها زي كده. فبعمل الخطوه دي واللي هو تمام زي الفل. برسم اول رسمه، مش عارفه يعني، بصوا هوريكم بجد المنظر عامل ازاي. يعني انا كل شويه اقعد ارسم في كل حته. فين؟ في ورقتين. مش كفايه كده. ودي اخر حاجه وصلت لها، وبجد مش حلوه ومش مظبوطه، وتقريبا دي اكتر واحده مظبوطه، بس للاسف انا قطعتها ومش عندي صمغ ان انا الزقها. فانا مش عارفه اعمل ايه يا جماعه بجد. هحاول كده استوعب ايه اللي بيحصل وبعدين ارجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. الحقونا. احنا الاول كنا بنقول تلحقونا يا ما تلحقوناش، بس الحلقه دي بنقول لكم الحقونا بجد، الحقونا فعلا. يا جماعه عارفين انتوا لما تبقوا مذاكرين وفاهمين بس حاسين ان انتوا مش مذاكرين؟ هو بجد انا حاسه كده دلوقتي. وبعدين يعني مش وقته بجد الاحساس ده. مش عارفه، انا حاسه الاحساس ده من التوتر، بس يعني انا تقريبا مش متوتره قوي كالعاده يعني.
بس بجد انا مش عارفه في ايه. خلصت باكجينج اخيرا. صراحه حاسه ان انا فصلت قوي من المذاكره وكده، فقلت ابعت الميل اللي كنت عايزه ابعته واعمل الباكجينج وبعد كده اكمل مراجعه وانام عشان انا خلاص فصلت فعلا. المهم الباكجينج او الاوردرز دي كانت عباره عن ايه. اول اوردر كان من نيستا كاندل فوكس. نيستا كاندل دي كانت سمول بزنس انا كنت بادئه او كنت عاملاه من سنتين تقريبا، وتقريبا الناس بداوا يعملوا اوردرز لما انا قررت ان يعني ما كملش وخلاص بقى، يعني انا هبيع اللي عندي في الستوك وخلاص. فالمهم يعني البنت اللي كانت طالبه الاوردر كانت طالبه فانيلا كاندل، وطبعا ما ننساش بحب بجد الثانك يو كارد بتاع نيستا كاندل. بعد كده تاني اوردر كان من ايفر بلومي، وايفر بلومي ده البزنس الصغير بتاعي اللي انا فتحته من كام شهر، وده البزنس المقرب لقلبي من كل البزنسات اللي انا حرفيا فتحتها طول حياتي. وايفر بلومي او البزنس الصغير بتاعي ببساطة جدا عبارة عن برودكتس مختلفة. المميز فيها ان انا اللي بديزاين الديزاينز بتاعت ايا كان البرودكت، وفي اوبشن كاستمايز او ان انتوا تعملوا حاجات بالطلب، والاوبشن ده مفتوح بس في المجات. حاسه ان انا زهقتكم سيكا الفيديو ده، حاسه ان هو بقى دسم كده وبقول لكم حاجات كتير ومعلومات كتير في الفيديو. يعني هي مش معلومات، هي ابديتس عن حياتي يعني، والغيبه اللي انا غبتها الفتره دي كلها. فده كله ان شاء الله هتشوفوه في الفيديوز الجايه، وبس كده مش هيطول عليكم تاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء يا رفاق.